الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. J'espère que la traduction fonctionne. I think the translation is okay. في البداية لابد أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لاستضافته لهذا الحدث الذي يعتبر محطة أساسية في هذا البناء المشترك والمرتبط بملف كأس العالم 2030 بين المملكة المغربية والبرتغال وإسبانيا. شكرا له مرة أخرى على استضافته لهذا الحدث. كما قلت، مرحبا بكل السيدات والسادة الذين يشاركوننا في هذا الحفل المتميز بمختلف أبعاده وفي كل تجلياته. هدفنا واحد كما قال السيد الرئيس: تنظيم أحسن كأس عالم في تاريخ الفيفا وفي تاريخ كرة القدم، وهدفنا واحد خلق حدث متميز يشترك فيه بطبيعة الحال كل ما هو رياضي ممتزجا مع الأبعاد الإنسانية والحضارة. نعم، يتعلق الأمر بثلاثة بلدان وقارتين، لكن الذي هو أساسي ومتميز في هذا الملف أشار إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في إعلان كيغالي. تم إعلان هذه الإرادة المشتركة لهذا التنظيم المشترك، وهذا الامتياز المنفرد لهذا الملف هو البعد الحضاري الذي يربط هذه البلدان في تاريخها بين ضفتي بحر الأبيض المتوسط وفي أبعادها التاريخية عبر القرون، عبر مختلف الحضارات التي توافدت على هذه المنطقة. نعم، تمتلك بلداننا الثلاث في مختلف تجلياتها اللوجستيكية والبنيات التحتية وما تتطلبه مثل هذه الأحداث من تضافر للجهد، ولكن الذي سيميز كأس عالم 2030 المشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال هو هذا البعد الإنساني لضفتي حوض البحر المتوسط. علينا أن نعمل جميعا من أجل إعادة المظاهر الحضارية التي ميزت هذه المنطقة وتمكين الأجيال الصاعدة والشباب حوض البحر المتوسط وفي مختلف أنحاء العالم من استخلاص الدروس هذه الحضارة التي عرفتها هذه المنطقة وبناء ركائز تعزز الأبعاد الإنسانية المستقبلية. هذه هي آفاقنا، وهذا هو طموحنا. تمكن من المزج بين الأبعاد الحضارية الإنسانية والأبعاد الكروية التي لا يجادل اثنان اليوم في أن هذه البلدان الثلاث شعوبها شبابها كله تعلق بالقدم وكله ارتباط بهذه الممارسة، كله شغف أظهرته هذه الجماهير في كل المناسبات القارية والعالمية جميعا من أجل هذا الحدث الاستثنائي، من أجل تنظيم حدث متميز سيبقى راسخا وحدثا متميزا في تاريخ كأس العالم. ولنقل جميعا كما قالها صديقي رئيس الاتحاد: باموس، هيا يلا فاموس 2030.